نفكر جوا الدور، مين بيقدر على حلمك يوم أو يستهتر. بص لبكرة شوف المنظر، عافر أكتر وإحنا معاك، حلمك يتفسر. احلم صمم اوعى تسلم، لازم ترسم بكرة، ده فكرة شايلة الفكرة، وأصل الفكرة إنه ده حقك ويستحقك. مساء الخير على أحلى مشاهدين في الدنيا. وحشتوني قوي من الحلقة اللي فاتت. السياحة والاستثمار وجهان لعملة واحدة. مفيش مكان للسياحة مستقرة في بلد بتنعدم فيها معايير الاستثمار والتطور. ليه؟ ده علشان تأثيره على جميع المجالات، خاصة السياحة، من تطوير بنية تحتية وخلق فرص عمل وزيادة دخل قومي واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الابتكار. وكلنا طبعا شايفين ولامسين التطور الاستثماري الضخم اللي بتمر بيه البلد في الفترة الأخيرة، خاصة في مجال السياحة والبنية التحتية، وده عن طريق بناء المدن الذكية وتطوير الطرق المختلفة وبناء المدن السياحية الجديدة وغيرها 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 من الخطوات اللي بتاخدها الدولة لتطوير المجال الاستثماري في مصر وجذب المستثمرين من كل دول العالم وتشجيعهم للاستثمار في مصر. علشان كده تشجيع الاستثمار والمستثمرين هو دور واجب لازم نقوم بيه، سواء احنا كإعلاميين قدام الكاميرات أو حضراتكم كسفراء لمصر قدام العالم كله. لازم يبقى عندنا ثقافة الدعم، لأن المنفعة دايما بتكون لنا كلنا. علشان كده معايا النهاردة شركة ذات بعد استثماري وأفكار متطورة دخلت لنا كده السوق المصري وهي متأكدة إنها هتنجح. شركة CDG متخصصة في مجال الأنظمة المتطورة لنظام العمارة الخضراء وأنظمة كتيرة ومجالات كتيرة تانية. خلوني أرحب بضيوفي العزاز، المهندس سيد كمال رئيس مجلس إدارة CDG، أهلا وسهلا بحضرتك، والمستشار الدكتور أحمد رضوان رئيس إدارة التخطيط الاستراتيجي في شركة CDG والتعاقدات. أهلا وسهلا بحضرتك، منوريني بيك يا فندم وسعداء بوجود حضراتكم جدا. خليني أبدأ بالأول خالص معاك يا باشمهندس، مين شركة CDG؟ شركة CDG أول حاجة تعليق بس صغير، احنا مش لسه داخلين السوق المصري، احنا متواجدين في السوق المصري من أكتر من 20 سنة. هي أول شركة لينا أو مكتب كان صغير، حلم كنت بحلم بيه، كان اسمه كرييشن. أيوة. معناه إبداع. دوت وأنا في أولى عمارة. اتخرجت بقى كرييشن اركتكتشر أو الإبداع المعماري. أنا الحمد لله كنت من الشاطرين في الكلية. خلال وقت صغير أسست أول بقى شركة صغيرة ليا مع شركة إنجليزية سميناها كرييشن ديزاين جروب، ودي كانت بداية احنا مجموعة كل خطوة بنكبر بنزود بنزود يعني ابتدينا سنة 90. أيوة. كرييشن ديزاين جروب فعليا 2002، يعني بعدها ب 12 سنة. في خلال ال 12 سنة دول بعدهم في خلال سنة أو سنتين كنا مهتمين بمجال الأبنية الخضراء. ولكن أن تتخيل إن أنت تتكلمي في الاستدامة والجرين بيلدينج اندستري والصناعات دي من أزيد من 20 سنة. بالنسبة لهم كنا يعني ناس. العمارة الخضراء دي فكرة جديدة جدا جدا على المجتمع المصري. تفتكر حضرتك هتنجح وتحقق صدى زي ما محققة في الدول الأوروبية تقريبا كلها هم قائمين بيها، والناس مش فاهمة يعني إيه كلمة عمارة خضراء؟ يعني عايزين نفهمهم الموضوع ببساطة، مش فاهمينها. هي ببساطة شديدة المباني أو المنشآت أو أي عمل بيقوم به الإنسان هو صديق للبيئة لا يضر بالبيئة. فبالتالي هي ما هياش نظام إنشائي مستحدث أو نظام بيئي مستحدث، بالعكس ده هو ده النظام اللي كان من المفترض إن هو كل الحضارات القديمة كانت بتشتغل بناء عليه. التطوير والتغيير اللي جه هو نتيجة الصناعات ونتيجة انبعاثات كربونية ونتيجة بعض المصطلحات هي مش كبيرة أو غريبة على الناس، بس هي نتيجة بعض الأخطاء اللي كان بيقوم بها المصنعين.
طب وده هتفتكر ان هو هينجح في مصر، ولا هيبقى احنا لسه برضو واخدين على النظام القديم واحنا حابين النظام القديم والكلام ده؟ لا، هو بالتاكيد ان شاء الله هينجح، وخصوصا ان في مبادرات كتير من الدوله حاليا مم. فعليا لدعم ابنيه وانظمه ده حقيقي. المباني الخضراء او المشروعات الخضراء. هو ده اهتمام الدولة، بالظبط كده لأن اهو. عايزين دولة نظيفة وفي نفس الوقت بطاقة متجددة بتجدد من نفسها يعني احنا فعلا كنا من 3 أو 4 ايام كان في مبادره في محافظه المنيا مم. لدعم المشروعات الصغيره او الخضراء، مم. وتقريبا كان متقدم حوالي 12,000 مشروع وطني في مجال الابنيه الخضراء على مستوى مصر كلها. دي مبادرة رسمية من مبادره الدولة. رسميه من الدوله. اه طيب، واحنا كنا موجودين فيها، شركة CDG كانت احنا كنا موجودة. مقدمين فيها لان احنا كان في خلال شهر او شهرين كنا مسجلين احد المشاريع الخاصه بالشركه، مهم. مشروع النبت ان شاء الله نبقى في فرصه نشرحه. شاء الله. وكانت الشركه بتقدم أكيد هنتطرق لكل ده دلوقتي. بتقدم المشروع للمحافظه. هنتقل بقى، طالما بتقدم للمحافظة فأكيد بقى في استراتيجيات وتخطيط، فهروح بقى للمستشار أحمد رضوان بما إنه مسؤول عن الحتة ديت. وعايزة أقول لحضرتك ليه اخترتوا أرض مصر إن أنتوا تستأنفوا فيها استثماراتكم؟ مصر الفترة الأخيرة بتعمل دايما وأبدا على تطوير وتحديث القوانين اللي تلائم السياسة المالية العالمية. حقيقي كان في فترة كان فيها شيء من التوقف، لكن الفترة الأخيرة احنا التطوير الدائم للنظم المصرفية والمالية بقى متقدم بطريقة فيها ثبات. هي الفكرة مش التقدم السريع، الفكرة انك تتقدمي وتحلي مشاكل سابقة وتثبتي فيها. ده دعا لاستثمارات كثيرة. طبعا فكرة ان احنا نحط تخطيط ل3 سنين في مصر مع هذا التحديث كان شيء طبعاً. ميسر بالنسبة لنا بشكل جيد ومنتظم. بقى عندنا رؤية واضحة احنا نقدر نحقق ايه في ال3 سنين ان شاء الله القادمة. كان للأسف نفسنا نحط خطة أكبر من كده، لكن يعني برضو احنا دخول الاستثمارات من بره ليه نظم برضو ليها احترام طبعا للدولة المصرية، فاحنا لازم ما نزودش الخطة علشان ما يحصلش عندنا أي تعثرات في بس الشركة. بقى في تسهيلات دلوقتي، طبعا في صح؟ تسهيلات ضخمه، والبنوك بتتعاون بطريقه غير طبيعيه، والدوله بتدعم قانون الاستثمار، الرخصه الذهبيه، الشباك الموحد. لا، الدوله اتغيرت بشكل جوهري. حضرتك احنا التطور ده ملحوظ طبعا بالنسبة طبعا للمستثمرين. طبعا. وبعدين حضرتك احنا لا داعي ان احنا نقيم مقارنات بدول اخرى. يعني هنقول حاجه احنا ابتدينا من تاريخ ايه وصلنا لقد ايه في قد ايه. يعني ما حضرتك لما يحصل هذا التطور في 5-6 سنين، 5-6 سنين، صح. حضرتك ما تقوليش حضرتك في الدوله الفلانيه سبقانا، ما هو ده مش منطقي، لان هي باديه من امتى. لكن انت ابتديتي من نقطه انتهيتي في نقطه في 6 سنين. لا، الدول ما عملتهاش في 6 سنين، الدول عملتها في اكتر من كده بكتير. وامكانياتنا ظهرت مع التطور دوت، صح؟ انت حضرتك بقيتي سوق مرغوب. حضرتك انت الدوله تقريبا الوحيده اللي في المنطقه الامنه اللي فيها حجم هذه المشاريع. احنا مصر من اقصاها لادناها كلها مشاريع، وكلها مشاريع ضخمه. انما هي يعني الدوله بتعلن عما تعلن عنه، لكن طبعا الوضع يعني في تقدم دائم واستثمارات غير عاديه. طبعا الاستثمارات طبعا قادرين نجذبها بشكل قوي. والله يا فندم احنا زي ما حضراتكم كده معانا النهارده. القطاعات حضرتك اللي مفتوحه للاستثمارات، يعني حضرتك مثلا محافظه الوادي الجديد، مصنع الفوسفات خد استثمارات غير طبيعيه. ده حقيقي. للتطوير حضرتك محور قناه السويس والهيئه عملت شغل غير طبيعي. بانت. حجم استثمارات حضرتك مليارات، حقيقي مليارات. يعني حضرتك ماشي، اللي بيشتغل في صمت بعد كده. ده حقيقي. فكل واحد بيخش خلاص واموره بتنتظم ورخصه بتخلص، خلاص ما فيش داعيه بعد كده. مليارات. وبعد الكلام الحلو قوي عن مصر دوت وازاي اخترناها للاستثمار وباشمهندس سيد هيبدأ يقول لنا مفاجأة كبيرة، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في نقاشنا الثري جدا، وضيوفنا الأعزاء مهندس سيد كمال والمستشار أحمد رضوان. وهرجع لباشمهندس سيد كمال، عايزة أسأل حضرتك سؤال. إيه الخطوات الفعلية اللي اتنفذت على الأرض لشركة CDG والخطوات المستقبلية؟ بالنسبه للشركه طبعا في ال 14 سنه اللي فاتت احنا كنا متواجدين في السوق الصيني
ومن خلال الدولة الصينية اللي هي كان مشروعها الأول هو التصدير على عامة الشعب. انتقلنا من الدولة الصينية لمجموعة من الدول، ولما بقى عندنا الحمد لله نوع من أنواع الخبرة والإمكانيات، وجينا بنعمل سيرش على مستوى العالم إن احنا نشوف استثماراتنا أو الخبرات اللي عندنا إيه أكتر دولة ممكن نستفاد بيها وفي أقل فترة زمنية فعليا ومن غير أي مجاملة. لقينا إن احنا لازم نيجي مصر، بلدكم، بلدنا. يعني بلدكم ولازم تجوها علشان خاطر يعني كل الامكانيات الفكريه والتجارب اللي مريتوا بيها تبداوا بقى تطبقوها عندنا. بس لما بنتكلم برضو في فرق ما بين اللي هو القلب وما بين ان احنا بنتكلم فعليا كبزنس. فعليا كبزنس انت لما جيتي تدوري على دوله فيها مميزات كبيره جدا في الاستثمار، لقينا مصر على الخريطه، على قائمه الدول. يعني بقت على قائمه اختيار المستثمرين كمان. بالظبط كده. وبالنسبه لنا احنا جربنا طبعا الاستثمار والدخول الشركه في مجموعه من الدول. طبعا الموضوع ما بيبقاش بيس اوف كيك، يعني ما بتبقى سهله قوي. فلك ان تتخيل ان الصعوبات اللي انت ممكن تقابليها في دخول استثمارات او تامين استثمارك في اي دوله من الدول طبعا حاجه مرعبه. مرعبه وبتقابل صعوبات كمان كتير قوي. هتقابلي نفس الصعوبات دي في بلدك، حتى لو هتقابليها هتحسي ان انت قاعده في وسط اهلك. الله على الاكسبريشن الحلوه قوي. عشان كده قلت لي القلب غير الخطوات الرسميه للاستثمار. طيب والمستقبليه بقى، يعني المستقبليه يعني زي ما قلت لك كده في الاول، احنا احلامنا كبيره الحمد لله، واحلامنا طبعا ان احنا نحققها في بلدنا. يمكن في نوعيات كتير من المشاريع كان بيجي فرص مره واثنين وثلاثه وعشرة انها تتنفذ في بلاد تانية، بس احساسك لا انا هعمل المشروع دوت في بلدي. وطبعا بيتم اختيارها بدقه. ده طبعا حضرتك معانا في السؤال بعد دراسات مستفيضه يعني. ما بتبقاش بالسهل طبعا. يعني من ضمن الحاجات احنا بنحلم ان احنا نعمل مدينه اسمها مدينه هونج كونج الخضراء هنا على ارض مصر. مدينه هونج كونج الخضراء على ارض مصر. على ارض مصر. وهي هنا اهوت احنا مش بنقول احنا جايبين اسم من بره، لا احنا بنحاول ننقل التكنولوجيا والافكار اللي احنا شفناها بره. هتبقى شكلها ايه؟ يعني كومباوند مثلا؟ لا مش كومباوند، هي مدينه صناعيه للصناعات الصديقه للبيئه والصناعات صديقه للبيئه. احنا هنعتمد، واصلا العين السخنه معروفه بالصناعات يعني فيها مصانع كتير. يعني احنا فكرتنا ان احنا نوفر مصادر للطاقه المتجدده في المنطقه الصناعيه. بالتالي انت هيبقى كل الاشتراطات اللي ممكن تفرض عليكي في السنوات القادمه هي هتبقى متوفره، وهتبقى انت واخده. وكمان اخترتوا مكان سياحي، يعني هو مش صناعي بس وسياحي كمان. طيب حلو قوي. مفيش اي تعاقدات حصلت قريب؟ عشان انا غشه كده حاجه من امبارح يعني مفيش اي حاجه حضرتك عايز تعلن عنها ولا حاجه؟ بالنسبه لشركتنا هو حاجه مشرفه كده حدثت امس. ايوه عشان انا عرفت على فكره. احنا لينا تواجد في الدوله الليبيه من اكتر من 4 سنوات. بندرس دخول الدوله الليبيه من 4 سنوات. وهي دوله شقيقه. بالظبط كده. هو حتى احنا لما جينا نتوجه واحنا قريبين منها جغرافيا واستراتيجيا، يعني ليبيا ومصر واجهين لعمله واحده فعلا، وما بتحسيش ان في اي نوع من انواع الغرابه او البعد ما بين الثقافتين او الشعبين. بالتالي احنا خلال ال4 سنين اللي فاتوا مؤخرا من فتره قليله، يمكن كان في تقرير في الحلقه اللي فاتت عن مصنع الكابلات ومصنع الاسمنت دول خاصين بالشركه. ده الحلقه اللي فاتت. تحديدا امس احنا وقعنا الحمد لله مع شركه ابراج بنغازي القابضه. الله بقى. شركه ليبيه معروفه طبعا على مستوى ليبيا، وفي شركات كتير من الدوله المصريه تعرف اسم الشركه وخبرات الشركه والقائمين على الشركه. والجديد في الموضوع ان احنا زي ما احنا بنستثمر في الدوله الليبيه، هم حريصين شركه ابراج بنغازي ان هي تستثمر معانا. وكان التوقيع امبارح بخصوص مدينه هونج كونج الخضراء في المنطقه الصناعيه والمشاركه على مشروعات الشركه. والشيء بالشيء يذكر امبارح كان في توقيع عقد CDG تعاون ما بين شركه CDG وابراج بنغازي. تعالوا نروح نشوف التقرير نرجع لكم تاني. شركه CDG احنا بنقول الاستثمار او المستثمر هو لازم يبقى عنده نوع من انواع الريسك، والريسك ديت احنا شايفين ان هي غير محفوفه باي مخاطر بصراحه، لان فعلا مصر امنه وليبيا امنه، واحنا عايزين يبقى التجربه بتاعتنا هي التجربه الناجحه اللي بتبقى يحتذى بيها طبعا في الدولتين. ومتهيألي احنا فعلا من اوائل الشركات اللي تعمل التعاون دوت، ويبقى في استثمار مشترك ما بيننا، وخصوصا في المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس وفي ليبيا كلها. والله طبعا مصر هي ام الدنيا،
احنا قاعدين نتعلم فيها. احنا اخترنا الشركة هذه لأن سمعتها الدولية ممتازة وعندها قدرات فنية، وتمنينا أن احنا نبدو معها الشغل في جميع المجالات سواء كان في مصر أو في ليبيا. تعاون جميل مع شركة مصرية عملاقة زي دي مع شركة ليبية، فدي حاجة كويسة يعني، وتشجع المستثمر الليبي إنه يجي مصر والمستثمر المصري يروح ليبيا، فحاجة جميلة يعني. هذا حدث مثمر وبناء، وإن شاء الله بكورة للاتفاقات والتحالفات بين الشركات المصرية والليبية، وبإذن الله حيكون إضافة للاقتصاد البلدي لشقيقتين. كان فرصة جميلة خالص لشركتنا إن احنا نتعاون مع الشركات الضخمة دي في الاستثمارات اللي بتتعمل في ليبيا. شريك مصري كبير بالحجم ده ومؤهل للدخول في مشاريع ضخمة بالحجم ده، ونتمنى أن يبقى التعاون مستمر بين الإخوة في ليبيا وبين الشركات العملاقة في مصر، ويبقى فيه منفعة متبادلة لكل الشعبين يعني. تعاون بين CDG وشركة أبراج بنغازي تعاون حلو، وفي فرصة يعني للتطوير للبلدين. نتمنى على الله ان ربنا يحفظ مصر وارضها ويحقق لها كل النجاحات والنمو اللي هي تتمناه ان شاء الله شعبا وحكومه. مع CDG اهلا بالتعاون البناء، اهلا بمشاركه الخبرات. احلى كلمه في اخر التقرير انتهت: حفظ الله مصر. يا رب احفظها واحميها وزود من مستثمرينها، ويا رب نبقى دايما في امن وامان. وارجع لك يا سياده المستشار باحلى كلمه نهيت بيها: حفظ الله مصر. يا رب. عايزه اسال حضرتك سؤال. اي مستثمر، يعني انا عايزه اعرف فكر المستثمر علشان نجذبه عندنا هنا في مصر، ايه بتبقى طلباته او اولوياته لدخوله الاراضي المصريه واستثماره فيها؟ الموضوع بينقسم لحاجتين. بينقسم الاول القوانين المنظمه للعلاقات، مستوى الخدمه المصرفيه، مستوى وقوه شركات التامين، ثم الاتفاقات الدوليه زي اتفاقيه الكوميسا، ومصر مهتميه جدا بتفعيلها في افريقيا، زي اتفاقيه جامعه الدول العربيه للتبادل التجاري، اللي اتفاقيه طبعا اللي جت على راسهم الاتفاقات اللي فيها اعفاءات في التبادل التجاري. جدول التبادل التجاري هي دي اهم حاجه بتعمل نقطه جذب للشركات، لانها بتخفف من عليها في الوعاء الالتزامي اللي على الشركه في مصاريفها. الاحمال الماليه بتمكنها من تحقق ارباح في فترات قريبه، بدل ما يبقى مثلا اول هامش ربح مثلا بعد 16 او 18 شهر من وجود في السوق، ممكن تخليها 12 شهر، ممكن تخليها 10 شهور لو المنتج جاهز او في اعداد سابق بفترات جيده لدخول السوق بشكل منتظم. فمصر الحمد لله تعالى عندها اتفاقيات تقريبا على مستوى العالم كله. مصر مهتميه جدا بتفعيل الاتفاقيات. مجلس الشعب بيفعل كل الاتفاقيات بشكل منتظم، بيراجع الاتفاقيات، بيحدث دايما وابدا جداول الاتفاقيات التجاريه بيننا وبين، سواء كان في كوميسا او في كل الاتفاقيات التجاريه. هي دي البيئه، هي دي بيئه الاستثمار عامه يعني. أكيد. فبدون اتفاقيات تجاريه حضرتك ما فيش فرصه دخول سوق. واحنا مسهلين ده ولا في صعوبات؟ الدوله قوية؟ حضرتك الدوله مهتميه جدا بهذه الاتفاقيات، مهتميه جدا بتفعيلها، مهتميه جدا ان انت يبقى لك تواجد بمنتجك في تقريبا العالم كله. برضه هي حقب زمنيه يعني. احنا مؤخرا اهتمينا بالتصدير. التصدير في القطاع الزراعي يعني مهم جدا. النتائج حضرتك كمان يعني الواحد لازم يفتخر بالقصه يعني حضرتك هي في فرق مثلا ان انا بزيد بالمليار، فرق انا بزيد ب3 4 مليار سنويا. ده حقيقي؟ ده حقيقي طبعا. احنا محققين في الصادرات الزراعيه ارقام غير طبيعيه. الدوله ابتدت تدعم المصدر، كان بيتحط علينا عقوبات ومنع لتصدير منتجاتنا بالفلوس الصراحه، اللي اتاحت فرص اخرى لاسواق اخرى. ابتدت الدوله تقف مع المنتجين الزراعيين بشكل قوي، ابتدى منتجك يتواجد تقريبا في اوروبا كلها، يتواجد في اجزاء في افريقيا، ابتدى نوصل لاخر الدنيا، ابتدينا نغزو الاسواق الروسيه بشكل منتظم، بقت الناس بتنتظر منتجاتنا الزراعيه. دعم الدوله بتدعم، فاحنا لازم الناس تشتغل. يعني قولا واحدا الدوله داعمه للمستثمرين. حضرتك تطوير المواني، ما انت الدوله حضرتك لما تطور مواني يعني انت هتصدري. صح. الدوله هتستفيد ايه؟ ما انت الدوله بتقدم لك خدمات. بما اني شفنا تفاؤل من كلام حضرتك وارض مصر خصبه للاستثمار، نرجع بقى واتكلمنا عن المحاصيل الزراعيه وقد ايه احنا الصادرات ناجحين فيها. نبت، نرجع لنبت. هل نبت
يعني ايه نبت؟ يعني انا عايزه افهم يعني ايه نبت اصلا. نبت زي ما كنا اتكلمنا قبل كده هي كلمه معناها بالهيروغليفي سيده العالم او سيده الكون. مصر سيده الكون. مصر سيده الكون. فبالتالي احنا لما جينا حطينا تصور لمدينه مستدامه بعد ازمه الكورونا، لان هو في ازمه الكورونا اي دوله ما عندهاش اكتفاء ذاتي من الاكل والشرب والطاقه هي محكوم عليها بالفناء لو التجربه ديت اتكررت تاني. تمام. فبالتالي التصور ده لما حطيناه وابتدينا نستغل الخبرات اللي عندنا والرؤيه اللي احنا شفناها في دوله الصين وفي عديد من دول العالم، وجينا ندور على مكان ما لقيناش غير طبعا بلدنا هي اللي ننفذ فيها المشروع. فقلنا دوت نبت مصر، وحاليا في تاسيس لشركه اسمها نبت مصر. اصلا يعني أصلاً. يعني مش الشركه بتاعتنا اللي هي الجرين اللي هي مش سي دي جي. مش سي دي جي، لا احنا بنتكلم على شركه مساهمه مصريه اسمها نبت مصر. ونبت مصر ديت اللي هي معتمده على العماره الخضراء. بالظبط. طيب اللي انا فهمته من نبت مصر ديت ان هي تبقى مدينه متكامله. مدينه متكامله ازاي بقى؟ في عجاله. طيب في عجاله هي مدينه صناعيه زراعيه كبزنس. الهدف منها هو صناعه العمله الصعبه. تخيلي كده او تعالي احلامي معايا او خشي معانا جوه المشروع. هو مشروع كل موديول منه 50,000 فدان بتوفر 100,000 فرصه عمل في 34 محافظه. في 34 محافظه. يعني نبت بناخد الفرد بيشتغل وبيبقى ليه بيت، بيبقى ليه سكن، بيبقى ليه شغل، وبيبقى ليه دخل، وبتبقى معيشه كامله. يعني بنوفر له من الاخر. يعني مشروع نبت بيوفر حياه كريمه. بيوفر حياه كريمه وبينمي شعور الامان عند اي مواطن على مستوى العالم او تحديدا داخل الدوله المصريه. هو ما حدش هيبقى خايف ان الاسعار تزيد. هو كل يوم بيجي لك اكلك وشربك واحتياجاتك. مضطره للاسف الوقت قصير جدا 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 للحلقه. بعتذر جدا، بس اكيد هيبقى عندنا حلقات وحلقات وحلقات نتناقش فيها بالتفصيل الدقيق والبسيط، يعني عشان الموضوع حلو جدا. بشكركم وبتمنى لكم كل التوفيق. شركة سي دي جي، باشمهندس سيد كمال، مستشار أحمد رضوان، نورتوني. وفي نهاية حلقتي بشكر ضيوفي الكرام، بتمنى لهم كل الخير. وحابة كمان أشكر كل شخص بيدعم الاستثمار وبيساعد المستثمرين سواء بالقول أو بالفعل. وإحنا هنا بنقوم بدورنا كإعلام بإظهار المميزات، لأن دي بلدنا. أحب دايما أفكركم إن السياحة حياة. انتظروني كل يوم 3 الساعة 12:30 والقعدة 2 صباحا في ملف سياحي آخر، وإلى اللقاء.